بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. موضوعنا النهاردة احنا فين؟ احنا في الآدستغت. احنا فين؟ احنا في الأقصر. احنا فين؟ في غرب تاج الحضارات الأقصر. احنا فين؟ في وادي الملوك. وادي الملوك، أيوة وادي الملوك، مقابر الملوك. الآية الكريمة، الآية القرآنية الكريمة عن موضوع الروح، وإحنا هنا في وادي الملوك. وعلاقة الروح بالجسد على حسب مفهوم المصري القديم. المصري القديم جعل للإنسان عناصر. العناصر دي هي عبارة عن الجسد اللي هو كان يسموه الغت، والروح اللي كان يصوروه على شكل دائر برأس الإنسان نفسه، كان يسموها الباء. وقرين الإنسان، القرين، كان يسموه الكاء، هو عبارة عن ذراعين مرفوعين كده إلى أعلى. طيب، وعندنا الإنسان اللي هو التقي بقى، اللي له روح مختلفة، اللي سموها كان الآخ دي اللي هي النورانية، اللي هي تندمج مع الآلهة مباشرة، يعني بلا حساب وبلا عقاب ولا سابقة عذاب على حسب مفهوم المصري القديم. يعني تندمج مع الآلهة، الآخ يندمج مع روح الإله، يبقى كده خلاص هو مش هيتحاسب ويروح الجنة على طول. للناس الأتقياء الآخ دي للناس الأتقياء خالص يعني. يبقى عندنا الرن اللي هو الاسم، وعندنا الإيب اللي هو القلب. دي كلها عناصر، أيوة عناصر الإنسان. والمصريين القدماء لما كانوا يلاقوا واحد كده مش ولا بد يقولوا عليه غتيت، اللي جات منها غتيت دلوقتي، أيوة، اللي هو بدون با، بدون كا، بدون آخ، بدون رن، بدون إيب اللي هو القلب. هيبقى غتيت. يعني غتيت؟ يعني بس جسمه خلاص، جثة كده، اقول لك ده فلان ده غتيت. غتيت جاية من الغت اللي هو الجسد فقط. بالنسبة للروح عند المصري القديم، كانت في الدولة القديمة بتكون طبعا بنوا المعبد الجنائزي ملاصق للهرم، او في نفس المجموعة الهرمية في سقارة، او ملاصق للهرم مثلا في الجيزة. وكذلك في اي مكان فيه هرم تلاقي المعبد الجنائزي ملاصق للهرم. يعني يعني مفيش حرية طيران كانت للروح. يعني حتى هم لما عملوا معبد جنائزي في الجيزة جنب الهرم، وعملوا معبد وادي، فجعلوا الكوزوي، الطريق الموصل ما بينهم، له سقف. السقف ده علشان الباء تطير تروح المعبد الوادي تحت وتمشي وتطير جوه الكوزوي. يعني ما تفرش كده في الهواء، لا ولا ما احسن تضيع عن صاحب الهرم، لا. فكان ده المعتقد في الدولة القديمة. فاصبحنا احنا في الدولة الحديثة في الأسرات، احنا هنا في تاج الحضارات الأقصر، في الجولدن ايج، العصر الذهبي ماشي بتاع مصر كلها. كان هنا في الأقصر، في الأقصر 18 و19 و20. احنا هنا في وادي الملوك. فطبعا هنا تغيرت المسألة، لأن الأهرامات كلها انسرقت في مصر. فقال لك احنا هنغير الفكر الديني، وده موضوع الكهنة يعني. وهنقول ان الروح البادية ليها حرية الطيران، ممكن تزوره في بيته. يعني زوره كطائر، ايوه، زور في بيته، في قصره او في بيته اذا كان من نبيل من نبلاء، وتطير كطائر وتدخل البيت وتشوف اقاربه، اهله وزوجته، اولاده، بناته، ويرجع تاني المقبرة. يبقى الباء ليها حرية الطيران في الدولة الحديثة. تزوره في معبده، مثلا رمسيس الثاني له معبد في ابو سمبل، هناك مقبرته اهو، مدخل مقبرة رمسيس الثاني. يبقى الباء دي الروح هتطير من هنا وتروح له في ابو سمبل في تماثيل، وتدخل له من الانف
من الأنف بتاعته. ولذلك كان الأعداء يعرفوا الفكرة ديت، فكانوا لما ملك من الملوك يموت وهم كارهينه مثلا أعداء الملك، يروحوا كسرين له مناخيره، التمثال يعني مناخير الأنف بتاعت التمثال. فيقول لك ايه دلوقتي في العصر الحديث من الموروثات الحضارية، يقول لك اكسر له مناخيره وزله. يعني ايه زله؟ كسر المناخير. اهلا حبيبي الله فيك. كسر المناخير ده في العصر الفرعوني، كسر الأنف بتاعت التمثال معناها زلة للروح. خلاص هتيجي تطير وتروح هناك، مش هتلاقي مكان تدخل منه، ماشي. فكان ايه ده موضوع كسر المناخير. يبقى حرية الطيران ظهرت فين؟ في الدولة الحديثة، في الأسرة 18 19 20، اللي هي حرية طيران الروح تطير من أي مقبرة لأي ملك من الملوك. وده على حسب الفكر المصري القديم، هم المصريين القدماء كانوا يعتقدوا كده، ماشي. ولذلك هم عملوا تماثيل في كل مقبرة 365 تمثال لكل يوم، وكل مجموعة من 10 تماثيل أشبتي لهم رئيس يصحي كل تمثال على كل يوم في مدار العام عشان يؤدي مهام صاحب المقبرة، ماشي، في الجنة في العالم الآخر. كده إن شاء الله خدنا فكرة عن موضوع الروح والباء والكا، وإن شاء الله إلى لقاء آخر إن شاء الله إتمام الحديث عن آية صدغة. شكرا.